لو بتحب افلام الرعب وخصوصا اللي فيها وحوش وكائنات غريبة، الفيديو ده معمول عشانك. النهارده انا جايب لك قائمة بافضل 10 افلام رعب بتتكلم عن الوحوش والكائنات المرعبة. انا مصطفى روبي ودي قناة رشح لي فيلم، ومن غير تضييع وقت يلا بينا نبدأ. رقم 10 هاتشينج. تنجا بنت بتمارس الجمباز وكل همها في الحياة انها ترضي امها المتسلطة اللي عايزة كل حاجة بيرفكت. وفي ليلة تنجا بتلاقي بيضة غريبة في الغابة وبتاخدها البيت في السر وبتهتم بيها لحد ما حجمها بيكبر بشكل مش طبيعي. لما البيضة بتفقس بيطلع منها كائن غريب ومخيف جدا وبتربطه بتنجا علاقة غامضة بتبدأ تعكس مشاعرها المكبوتة. ومع تطور الكائن ده بتبدأ المشاكل والتطور يظهر في العيلة وبيكشف البلاوي المستخبية ورا وشهم المثالي. الفيلم ده رعب نفسي وجسدي من الطراز الأول. رقم 9 داست باني. بنت صغيرة بتمر بفترة حزن بعد خسارة حد غالي عليها، وفجأة بتبدأ تقتنع ان في كائن شرير مستخبي في ضلمة بيتها وبتسميه وحش الغبار. كل اللي حواليها فاكرين ان ده مجرد خيال اطفال، بس الحوادث الغريبة بتزيد والبيت بيبدأ يحصل فيه حاجات ملهاش تفسير، اصوات وشوشة في الاوض الفاضية وحاجات بتتحرك من مكانها. البنت بتستعين بحد غريب عشان يساعدها تكتشف الحياة المرعبة اللي مستخبية تحت السرير وفي اركان البيت. المخرج براين فاولر قدر يحول خوفنا واحنا اطفال لفيلم رعب. Those were men that came to kill me. رقم 8 ايرون لانج. تخيل نفسك في كون بيموت وكل الكواكب اللي كان ينفع نعيش عليها اختفت فجأة ومن غير اي تفسير. بنشوف سجين وحيد بيتبعت في مهمة انتحارية جوه غواصة مصدية وضيقة جدا بتنزل في محيط من الدم على قمر مجهول. الرؤية شبه منعدمة وما حلتوش غير صور مهزوزة بياخدها عشان يعرف يمشي في الضلمة اللي منتشرة في كل مكان حواليه. الغواصة بتتحرك تحت ضغط المية والأجهزة بتبوظ فجأة، وبره الغلاف المعدني الضعيف ده بتحس ان في حاجة ضخمة بتتحرك. مفيش اي وسيلة تواصل ومحبوس لوحدك مع اصوات مجهولة بتضغط على اعصابك من كل ناحية. الفيلم ده من اخراج مارك بلير وبيلعب على رعب الاماكن الضيقة والخوف من المجهول بطريقة هتخليك تحس ان انت اللي محبوس جوه. رقم 7 ذا ريتشوال. مجموعة صحاب بيتقابلوا عشان يطلعوا رحلة في غابات اسكندنافيا وكانوا بيحاولوا يقربوا من بعض تاني بعد مأساة حصلت لهم. الرحلة بدأت بسيطة بس الأمور اتقلبت لما تاهوا على الطريق ودخلوا في غابة قديمة الزمن ما لمسهاش. رموز غريبة منحوتة على الشجر وبيوت مهجورة وإحساس مرعب إن في حد بيراقبهم طول الوقت. ومع زيادة التوتر بينهم الغابة بتبدأ تضيق عليهم وتلعب في دماغهم وتلخبط واقعهم. الفيلم ده بيخلط بين الرعب النفسي وأساطير الفلكلور القديمة وبيخلق جو يخنق من الذنب والخوف من حاجة أقدم من الغابة نفسها. رقم 6 أندر وورلد رايز اوف ذا لايكنز. قبل وقت طويل من الحرب الكبيرة بين مصاصين الدماء والمستذئبين كان في نظام ظالم هو اللي بيحكم الضلمة. المستذئبين كانوا عبيد وتحت سيطرة مصاصين الدماء ومجبرين على الطاعة العمياء من غير أي رحمة. بس لما بيظهر لوشيان المستذئب القوي والمتمرد بيبدأ يقف في وش الظلم ده وبتبدأ بوادر ثورة سرية كلها دم. ومع اشتعال الموقف التحالفات بتنهار وعلاقات ممنوعة بتهدد بقلب الموازين كلها، والصراع بيتحول من مجرد بقاء لخناقة على الحرية ضد قرون من الاستبداد. الجزء ده بيقدم قصة أعمق وأقوى في السلسلة والكل فيها بيخبط في بعضه، غضب وولاء وانتقام تقيل بيخليك تشك في كل ركن ضلمة في أوضتك. رقم 5 ذا جورج. على طرفين متقابلين لبرج ضخم وسري جدا بيتم تعيين 2 من العملاء النخبة في مهمة انفرادية.
المهمة بسيطة، تراقب البرج وما ينفعش تتواصل مع أي حاجة موجودة تحت. بيقعدوا شهور في عزلة تامة ما بيعملوش حاجة غير التقارير الروتينية، لحد ما بدأوا يلاحظوا حاجات غريبة طالعة من الأعماق، أصوات صدى بعيدة وحركات مش طبيعية، وحاجة شكلها بيتغير لو ركزت معاها زيادة عن اللزوم. ورغم الأوامر الصارمة الفضول بدأ يبني جسر بينهم، وفي وسط ده كله كونوا علاقة ضعيفة. الفيلم من إخراج سكوت ديريكسون وبيمزج بين التوتر النفسي والغموض اللي بيزحف تحت جلدك، وبيحول العزلة لشيء خطر بيحسسك إن المجهول اللي تحت ده مش مجرد مكان، ده كيان مستني حد يحس بيه. This place is evil. رقم 4 نوب. الاخوات او جي وإيميرالد بيحاولوا بكل قوتهم يحافظوا على شغل عيلتهم بعد خسارة غامضة ومفاجأة، بس لما بتبدأ حاجات غريبة تظهر في السما فوقهم، أصوات ملهاش تفسير، كهرباء بتقطع، وحاجات بتتحرك بدقة مش طبيعية، بيفهموا إنهم مش لوحدهم، وبدل ما يهربوا قرروا يصوروا اللي بيحصل ويوثقوه، وبدأ الفضول يتحول لهوس خطير. الفيلم من إخراج العبقري جوردان بيل وبيمزج بين الإبهار البصري والتشويق، وبيقدم تجربة رعب حديثة بتلعب على الخوف من الحاجات اللي ملهاش تفسير، وبتحول السما الواسعة لحاجة مش عاوزة تتفهم ولا تتسيطر عليها. رقم 3 تريمورز. الحياة كانت ماشية برتم بطيء وممل لحد ما حاجة تحت الأرض بدأت تتحرك. الموضوع بدأ برعشات غريبة واختفاء ناس من غير سبب، وبسرعة الموضوع اتقلب لمعركة بقاء ضد كائنات ضخمة ومستخبية بتصطاد أي حاجة بتمشي فوق الأرض. وبما إن البلد معزولة عن العالم الخارجي، الناس هناك كان لازم يعتمدوا على ذكائهم وسرعة بديهتهم عشان يفضلوا عايشين، واتعلموا إن أقل حركة ممكن تجذب ليهم الموت. الفيلم ده كلاسيكي بيمزج بين الرعب والتوتر والكوميديا السوداء، وقدم لنا نوع مختلف من الوحوش اللي دايما حواليك ومستنية خطوة واحدة بس غلط. رقم 2 ذا كابين ان ذا وودز. 5 صحاب بيقرروا يقضوا اجازه هاديه في كوخ معزول بعيد عن دوشه العالم، بس من اول لحظه وصلوا فيها بيحسوا ان في حاجه غلط، تفاصيل صغيره وحاجات غريبه في المكان، وجو عام يحسسك ان كل حاجه مترتبه بطريقه مش طبيعيه. ومع الوقت بيكتشفوا ان اختياراتهم ما كانتش بمزاجهم، وكأن في ايد خفيه بتسحبهم لحاجه مرعبه. الفيلم ده بيلعب بكل كليشيهات الرعب اللي نعرفها، بس بيقلبها تماما وبيحسسك ان في مؤامره اكبر بكتير بتدار من تحت الارض. رقم 1 ذا ميست. بعد عاصفة قوية بتضرب مدينة صغيرة، بيظهر ضباب مش طبيعي بيبلع كل حاجة في طريقه. مجموعة من الناس بيتحبسوا جوه سوبر ماركت، وبيكتشفوا ان اللي مستخبي جوه الضباب ده اخطر بكتير من العاصفة نفسها. ومع اختلاف الرؤية وزيادة الخوف بتبدأ المشاكل الحقيقية تظهر بين الناجين. الشك والجنون بيتحولوا لخطر اكبر من الوحوش اللي بره. المخرج فرانك دارابونت قدر يورينا ان الرعب الحقيقي مش بس في الوحوش، لكن في ازاي البشر بيتحولوا لوحوش لما يتحبسوا ويفقدوا الامل. We want the boy. You try it. Kill him! ولحد هنا بينتهي الفيديو. اكتب لي في التعليقات ايه الفيلم اللي ناوي تبدأ بيه، ولو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك عشان بيدعمني ان اكمل، ولو بتحب النوع ده من الفيديوهات اشترك في القناة عشان ما يفوتكش كل ترشيحات الافلام والمسلسلات. اشوفكم على خير.